إليو ديانج. إليو ديانج رقم 3 بالنسبة لاختيارات المدير الفني في لعيبة وسط الملعب، وقالها صراحة كده: أنا مش هقدر أعتمد عليه اعتماد كامل في الخطة اللي أنا ببنيها أو لرؤيتي الفنية في الملعب أو بالنسبة للتشكيل اللي أنا بحطه. وقالها برضو صراحة إن هو مش عايز اللاعب يكمل معاه وعايزه يمشي. الكلام ده من جوه قلب النادي ومن ضمن الحاجات اللي اتطرحت في الاجتماع ما بينه وما بين الخطيب. احنا كجمهور شايفين ان اللاعب قوي جدا فنيا، لعيب بيعرف يقف على الكوره، بيعرف يطلع بالكوره من تحت، بيعرف يكمل في الهجوم وبيشوط على المرمى. لعيب قوي فنيا بالنسبه لنا، احنا شفناه واتفرجنا عليه اكتر من مره. بس راي المدير الفني اكيد هو اللي هيحترم اولا واخيرا. هنشوف ايه اللي هيتم بالنسبه للايام اللي جايه بالنسبه لإليو ديانج. ودي كانت معلومه مهمه عرفناها من جوه النادي الاهلي وكان لازم اعرفها لحضراتكم. واتمنى اشوف ارائكم في الكومنتات ونشوف ايه المستقبل اللي جاي بالنسبه للاعب، هل هيكمل معانا ولا هيمشي. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله على خير. كان معاكم ميدو الصباغ. السلام عليكم.